الأمان أو مسافة التعقب. فأنا إذا أجتني مسافة أمان أو مسافة تعقب نفس المبدأ. تمام يا شباب؟ نحن سبحان الله مسافة الأمان يعني وجهها مو خير علينا. من أول ما حكينا عن مسافة الأمان وقف الإنترنت. انا ما فهمت السؤال ها استاذ. بلاها كان النت ضعيف لما كتبت بلاها الشهر. السؤال. خلاص هاي مسافة الأمان أخي حكينا عنها. مسافة الأمان إنه المسافة اللي أنا لازم أتركها بيني وبين السيارات الثانية، مثل الصورة هاي اللي طالعة عندكم هلا. إذا مبين عليك ما بعرف لسه ما طلعت هلا. مبين. هي المسافة يا شباب، هي بتنترك. هو طبعا قلت لكم ما بتيجي صورة بالاختبار. شو هو اللي بيجيني بالاختبار؟ بيجيني كم مسافة الأمان التي يجب تركها مثلا داخل الأحياء السكنية. داخل الأحياء السكنية يا شباب بحجم السيارة اللي مرة واحدة. مثل ما شايفين بالصورة، شايفين السهم اللي محطوط على الأرض؟ هذا كأنه في سيارة بنفس الحجم محطوطة. أما إذا كان خارج الأحياء السكنية، يعني خارج المدينة، نصف السرعة، أو بيجيني السؤال سائق يمشي بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، ما هي مسافة الأمان التي يجب أن يتركها بين السائقين الآخرين؟ فأنا فورا مجرد ما كتب لي رقم فورا بقسمه بالنص، بحط نص السرعة. تمام شباب؟ طيب اللي بعده مثل شايفين هاي بالصورة هاي مثلا. استاذ بس بعد الصورة شوي، في ارقام عم تروح. اللي بعده شباب مثلا هون السؤال: ما هي او كم هي مسافة الأمان بين سيارة عادية، تمام شباب، سيارة خاصة تاكسي مثلا، وسيارة تنقل المواد الخطرة. إذا كانت سيارة عادية وسيارة مواد خطرة 50 متر. أما يجوز بيجيني السؤال: كم هي مسافة الأمان بين سيارتين تنقلان المواد الخطرة؟ يعني شاحنتين تنقل المواد الخطرة ورا بعضهم 80 متر. أما سيارة عادية وسيارة مواد خطرة 50 متر على الأقل. تمام شباب؟ تمام. طيب مثل الصورة هاي سيارة عادية نصف السرعة. أيوة نصف السرعة. أيوة لا سيارة عادية وسيارة عادية نصف السرعة إذا كان خارج الأحياء السكنية. خارج المدينة. تمام أخي عبد الله؟ داخل المدينة بحجم السيارة مرة واحدة. أيوة داخل الأحياء السكنية بحجم السيارة اللي مرة واحدة. إذا سيارة عادية وسيارة مواد خطرة 50 متر على الأقل. سيارتين مواد خطرة مثل الشاحنتين الموجودات بالصورة 80 متر. طبعا ما بيجي 80 متر. ما بيجي. طيب شباب، مسافة الأمان هي حكينا عنها أنه قياس المدة مقدارها ثانيتين من الزمن، انتبهوا لها، أو طريقة العد 88 89. طيب شباب، هي الشيء اللي حكيت عنه قبل شوي. كم هي المسافة التي يجب تغيير المسار فيها قبل الانعطاف؟ يعني يا أخي أنت عم تمشي باستراد مثلا فيه 3 مسارات أو 4 مسارات. أنت كنت مثلا بالمسار الأوسط أو المسار الثالث، وبدك تدخل بالمنطقة اللي راح تجي مثلا بعد فترة. أنت بدك مثلا تدخل بمنطقة يوزل أو بدك تنعطف تروح على باغ جلر. طيب أنت أخي وصلت لعند التقاطع، فورا إذا بدك تنعطف راح تعطل السير وراح تخرب الدنيا. لا، أنا لازم قبل ما بوصل المنعطف يلي بيروح على منطقة باغ جلر أو على منطقة أسلر، قبل ما بوصل المنعطف أنا لازم غير المسار وباخذ المسار اليميني. فالسؤال هون يا شباب: كم هي مسافة الأمان كم هي المسافة التي يجب تغيير المسار فيها قبل الانعطاف داخل الأحياء السكنية؟ لازم أقل شيء داخل الأحياء السكنية قبل ما بتوصل المنعطف ب 30 متر. شباب هي 30 وال 150 متر خارج الأحياء السكنية وداخل الأحياء السكنية. مثلا أنت بشارع مثلا دخلت بدك تنعطف على شارع، لازم مثلا يعني قبل 30 متر أنت تشغل غمازك وتاخذ المسار اليميني لتنعطف مثلا. لكن 30 وال 150 شباب هي دائما تذكرني بشيء داخل الأحياء السكنية وخارج الأحياء السكنية. مثلا بالإسعافات الأولية يا شباب، لما يصير عندي حادث، الطلاب القدامى، أنا بدي أحط العواكس أمام السيارة وخلف السيارة. إذا كنت داخل المدينة راح أحط العواكس قبل 30 متر، صح ولا لا؟ وإذا كنت خارج المدينة
150 نعم متر. 150. 150 متر. كمان موضوع المسارات، موضوع الكذا، اي شيء شباب اذا اجى فيه قياس كذا دائما نحطه. اذا كان داخل الاحياء السكنيه قاعده ما بتتغير 30 متر، اذا كان خارج الاحياء السكنيه 150 متر. هذول دائما متشابهين بهالموضوع هذا. تمام يا شباب؟ طيب اللي بعده مثلا انت موجود على تقاطع، تمام؟ مين بينظم حركة المرور يا شباب اذا انت موجود على تقاطع؟ شرطي إذا كان موجود، أو إذا ما كان موجود إشارة المرور. ايوه يا عيني عليك. هون يا شباب مين المسؤول مثلا عن تنظيم حركة المرور سواء كان بالتقاطعات او بغيرها يا شباب؟ يا اما مثلا انت بتكون ماشي بطريق، يا اما يكون في اشارة مرور. اول شيء إشارة مرور، إشارة ضوئية، يعني صارت الإشارة حمراء وقفوا السائقين، عبروا المشاة أو مشت السيارات الأخرى وغيرها. يا إما يكون في شرطي مرور أو يكون في إشارات مرور، شواخص يعني. شرطي مرور، إشارة شاخصة، أو إشارة ضوئية. تمام يا شباب؟ هون اسمها مثلا تنظيم المرور في التقاطعات، أو من المسؤول عن تنظيم المرور في التقاطعات. لكن هي شباب نحن ناخذها بشكل عام، يعني سواء كان بتقاطعات أو بغيرها. مين المسؤول عن تنظيم حركة المرور؟ يا إما شرطي مرور أو إشارة ضوئية أو شواخص. الشواخص على شو بتدلني؟ مثلا محطوط يولفير، إشارة اليولفير تتذكروها ولا لا يا شباب؟ أعطي الطريق، أعطي حق الطريق. أعطي الطريق. أعطي الطريق. أنت ماشي بالطريق الفرعي وطلعت لك الصورة هي يولفير، معناته يعني أنت أعطي حق المرور للشخص الآخر. حق المرور مو لك. طيب أنا شلون عرفت أنه حق المرور مو إلي؟ عن طريق الشاخصة، عن طريق الإشارة. أنت اجيت على التقاطع وإشارة المرور صارت حمراء، أنا ليش وقفت؟ لأنه في إشارة مرور هي وقفتني، هي اللي نظمت المرور، وقفت المسار اليميني مثلا ومشت المسار اليساري، هي نظمت المرور. آخر شيء مثلا يجوز أثناء الازدحام القوي وكذا ما في إشارة ما في كذا، فبيجي شرطي المرور مثلا بيكون فاتح إيديه اليمين واليسار بهالشكل شباب، مثلا فاتح اليمين واليسار. مرور يا شباب بيجي عليها سؤالين 3 طبعا ما عدا الشرطي، يعني 100%. الشرطي راح يجي عليه سؤالين 100% إن شاء الله. هون يا شباب أفضلية المرور في الأماكن اللي ما فيها لا شرطي مرور ولا إشارة ضوئية. تمام يا شباب؟ ما في شرطي ينظم السير، وما في إشارة ضوئية، هاي طلعت حمراء هذول وقفوا، طلعت الأخضر الطرف الثاني مشي. فهون في عندي قواعد. أول شيء يا شباب دائما عندي بأفضلية المرور، أول شيء في عندي قاعدة يلي هي، بس بدي وقف الإشارة مشان أشوفكم. طيب أفضلية المرور أول شيء شباب في عندي قاعدة ثابتة. في عندي كم سيارة دائما إلهم حق المرور، أفضلية المرور. السيارات هذول ثابتين يلي هن مين فيه يعدد إياهم شباب؟ أول سيارة مين هي؟ إسعاف. أول شيء تاكسي، الشرطة، البلدية، الإطفاء، تاكسي، الشرطة. أيوة 3 إسعاف، شرطة، أعضاء بشرية. الإسعاف. أيوة. أولا الإسعاف، ثانيا نقل الأعضاء، أيوة. ثالثا الإطفاء، رابعا الشرطة، خامسا البلدية ومواقف المسؤولين. يا عين عليك شباب، بالرابط في خطأ على هالسؤال هذا. بأفضليات المرور حاط الإطفاء بعدين نقل الأعضاء بعد الإسعاف مباشرة. فشباب هاي الترتيب لازم نحفظه بصم خلاص. انتوا دائما تشوفوا مثلا بأرض الواقع تجي سيارة الإسعاف، السيارات الأخرى شو بتساوي؟ الكل بياخذ وراها المسار اليميني مثلا، المهم بيفسح الطريق لسيارة الإسعاف. فشباب نحفظهم بالترتيب. أول سيارة، هاي القاعدة الأولى طبعا بأفضلية المرور. إذا شفنا أي سيارة منهم موجودة بالصورة بالسؤال نعديها أول شيء. تمام يا شباب؟ إذا شفنا تمام،
خلينا نعيدهم بالترتيب معلش. أول شيء الإسعاف، ثانيا سيارة نقل الأعضاء، ثالثا الإطفاء، رابعا الشرطة، الاطفاء. خامسا وأخيرا يلي هي قليل جدا ما بيحطوها بالاختبارات، يلي هي تكون مواكب المسؤولين مع سيارات زائد سيارات البلدية. دائما بيجيبوا الأربع السيارات هدول الأولى، إنه رتب أفضلية المرور. فهو شو بيساوي؟ مخربطهم. فأنا بختار الخيار الصحيح يلي هو إسعاف، نقل أعضاء، نقل الأعضاء، إطفاء، شرطة. شرطة. يجوز شباب بالنسبة للشرطة ما بتجي ترجمة حرفية، تجي مكتوبة مثلا ضابطة مثلا. كله بيدل على الشرطة يعني. أيوة كله بيدل على الشرطة. فبالرابط في خطأ شباب يلي هو الترتيب بيكون خطأ، بس مخربطين بين نقل الأعضاء والإطفاء، حاطين الإطفاء قبل نقل الأعضاء. طبعا ليش رتبوا هي؟ رتبوها كل سيارة حسب الأهمية من عمل السيارة الموجودة، سواء كان لإنقاذ حياة شخص أو مثلا الإطفائية بدها تلحق، مثلا يجوز مثلا يروح ضحايا، يحترق البيت، يحترق غيره مثلا، يعني المساعدة. آخر شيء حطوها مواكب المسؤولين، لأنها اجت بوحدة من الدورات فقط، بغير دورات ما حد تجي. طبعا عكسنا تماما. الصور شباب هي اللي راح، باستثناء السؤال هذا اللي حكينا عنه، احتمال يجينا رتب أفضلية المرور حسب الأفضلية للمركبات التالية. أما الباقي قاعدة بدنا نفهمها بعدين نفوت بالصور. الصور هي اللي راح تجي لنا. يعني رئيسي يا شباب ترتيبها رئيسي، يعني السيارة إذا ماشية على الطريق الرئيسي وراح يكمل. أنا شلون بدي أعرف بده يكمل؟ بالامتحان بيحطوا لنا سهم، السهم بيعبر عن طريق السيارة. إذا كان السهم للأمام معناته السيارة راح تطلع ساوي. أما الشخص بالرئيسي وبده يفوت على فرعي بيحطوا لنا سهم، كمان سهم على شكل منعطف، إنه السائق هذا بده ينعطف. تمام شباب؟ شلون أنا بعرف الرئيسي من الفرعي؟ الفرعي دائما في إشارة يولفير أمام السائق. يولفير المثلث المعكوس محطوط أمام السائق. أنا هون ميزت الطريق الرئيسي من الطريق الفرعي مثلا. يعني هلأ خلال الصور راح نشوف كمان، يعني راح يكون الفهم أكثر إن شاء الله. لكن بس نستوعب رئيسي هذا أول شيء بيعدي. بعدين رئيسي سينعطف إلى فرعي. تمام؟ رئيسي سينعطف إلى فرعي. الفرعي بده يروح للفرعي، وآخر شيء الفرعي يلي راح ينعطف على الطريق الرئيسي، راح يطلع على الطريق الرئيسي. طبعا في أسهم شباب أمام السيارات، السهم هو بيعبر إنه الشخص بده يطلع ساوي ولا بده ينعطف. يعني المرور هون أول شيء للرئيسي، سواء كان بده يمشي للأمام أو بده ينعطف. لكن إذا كان في سيارتين رئيسي بده يمشي للأمام وواحد بده ينعطف، لا، أنا مشي اللي راح يطلع ساوي، بعدين اللي بده ينعطف. هيك بيصير الترتيب. تمام شباب؟ هلا نشوف بالصور. طبعا الصور أفضل. مثلا الصورة مبينة عليكم هي شباب ولا بعيدة؟ بس دقيقة لتثبت، بس دقيقة. أيوة ثبتت. تمام مبينة. واضحة شباب؟ مبينة ولا بكبرها؟ بعيد الأرقام، بس الأرقام ما مبينين. تمام خلاص كبرناها. تمام كبر بإيدك. كبر أخي في إيدك. تمام. ايه هيك بتوقع واضحة. واضحة. طيب شباب، واضحة أستاذ. طيب شباب، أول شيء بنجي على الصورة الأولى يا شباب. الأولى اللي فيها الترامواي اللي بالنص، شايفينه؟ بس عليها شوي أستاذ الصورة. شايفين. ايه تمام. طيب شباب، هون ما في إشارة ضوئية وما في شواخص بتحدد لي الرئيس الفرعي من الرئيسي، وما في سيارات إلها أفضلية المرور. تمام؟ أنا شلون بدي مشي السيارات هذول؟ شباب الصور نفسها يلي راح تجي بالاختبار، يعني ما راح يغيروا لكم بالصور يعني. فهون شباب مجرد ما شفت ترامواي
موجود بنص الطريق معناته الترامواي هو له اللي حق موجود الأولوية. على الطريق الرئيسي. الأولوية للترامواي. نعم. هون مو الأولوية، فينا نقول انه انا عرفت الطريق هون. الرئيسي من الفرعي، عرفت شلون؟ لكن الترامواي راح يعدي اول شيء، لكن انا عرفت الطريق الرئيسي من الفرعي، لانه شباب حسب الصورة ما في اشارة لا يولفير ولا بداية طريق رئيسي ولا في اي شيء. فانا شفت الترامواي معناته الترامواي هو موجود على الطريق الرئيسي، فانا عرفت الطريق الرئيسي من الفرعي، فانا واحد الترامواي بيعدي. الشخص الثاني مين بيعدي يا شباب؟ الشخص الموجود معه على نفس المسار. اي سيارة، السيارة ايوه اللي باللون الازرق هي بتعدي اخر شيء السائق رقم 3، لانه هون انا عرفت انه موجود بالطريق الفرعي. تمام شباب؟ هي الصورة الاولى. تمام. هي الصورة الاولى. اما الصورة اللي مقابلها طبعا هي بتمنى انه تركزوا عليها لانه بتيجي كثير من الاختبارات شباب، الترامواي لصورة الترامواي. هلا انا الصور اللي بتيجي كثير بالاختبارات راح اقول لكم هي بتيجي، هي ما بتيجي. هلا هي مهمة كثير. شفنا ترامواي معناته ترامواي اول شيء بيعدي، معناته الترامواي هو موجود على الطريق الرئيسي. ايوه مشيت ترامواي تمام. ومشيت السائق اللي موجود على نفس المسار، اخر شيء مشي السائق الثاني أبو الفرعي. ايوه لانه هو على الفرعي. اما الصورة بنمشي الفرعي رئيسي معك. رئيسي بعدين فرعي بيمشي. رئيسي بعدين الفرعي اخي، اول شيء رئيسي. ايوه تمام. تمام بس اول شيء واحد، بعد اثنين لاني من رئيسي لرئيسي. أيوة يعني. بعد ثلاثة لانه من فرعي لرئيسي. ايوه يعني ايوه صحيح. طيب الصورة المقابلها شباب، الصورة المقابلة انا هون يا شباب تختلف عندي الصورة، ما في ترامواي بالنص هون. تمام. لكن شو موجود شباب بالنص؟ موجود الخطين. ايوه الخطين الخطين. هي المنصف مثلا او الخطين الموجودة. فهي على شو بتدل الخطين هذول؟ بتدل انه هذا ايوه بتدل انه هذا الطريق الرئيسي. طيب هذا طريق رئيسي، في سيارات لها افضلية المرور؟ لا. يعني في سيارة اسعاف؟ ما في سيارة اسعاف. في اشارة لا. شواخص؟ ما في. انا عرفت الرئيسي من الفرعي. طيب في عندي سيارتين مثلا، انا هون شباب في عندي 3 سيارات وما في لا ترامواي ولا غيره ولا ابدا، لكن عرفت الرئيسي من الفرعي. والموجودين على الرئيسي يا شباب اثنيناتهم مستمرين. تمام. ما في ولا واحد بده ينعطف. فهون انا بمشي يا شباب اليمين فاضي. تمام. اليمين فارغ هو بيمشي اول شيء. مين اليمين فاضي يا شباب؟ الحمراء. ايوه ممتاز، لانه اليمين هون ما في ولا سيارة ولا موتور ولا اي شيء. فانا مشي تمام. السيارة اللي باللون الاحمر، بعدين الرئيسية كمان السيارة اللي باللون لون الابيض. اسمها هاي. طيب. ايوه هي السيارة هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي الصورة الثانية يا شباب. انا في عندي هذول، انا عرفت الطريق الرئيسي من الفرع عن طريق الخطين هذول او المنصف اذا كان موجود منصف. فانا هون اول شيء بمشي الشخص اليمين فاضي، السيارة اللي باللون الاحمر راحت السيارة اللي باللون الاحمر، هون كمان رئيسي مستمر، بتعدي السيارة اللي باللون الابيض اخر شيء السيارة الموجودة بالفرعي يلي بدها تطلع سواء كان على رئيسي او على فرعي. تمام شباب؟ تمام. طيب الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها يا شباب هي الاشارات يلي صار لنا أستاذ بس ملاحظة، الصورة غبشت كتير. من عندي ولا من عندكم يا شباب؟ واضحة. من عندي مع النت. فيك تطلع وترجع تفوت ما في مشكلة. شباب البقية واضحة الصورة عندهم؟ نعم واضحة أستاذ. طيب شباب هي الصورتين أخي عبد الله، ايش قد حكينا نحن عن اليولفير ما اليولفير ومن هالحكي. تمام. نعم. شايف الإشارة نعم. هي المثلث المعكوس هي. نعم أستاذ. نعم أستاذ. هي الإشارة اللي أخذناها بإشارات المرور يلي هي يولفير. الإشارة هي يولفير. فأنا شلون عرفت الشخص الموجود على الفرع من الرئيسي؟ عن طريق الإشارة هي. عن طريق الشخص أيوة. تنبيه. الإشارتين هدول. هي يا شباب طبعا الإشارة هي اللي باللون الأصفر كمان أخذناها، المكعب هذا يعني إنه أنت على بداية الطريق الرئيسي. بداية الاشتراك. أيوة بداية الطريق الرئيسي. طيب بس لا أحذفها. تمام.
طيب فهون يا شباب جابوا لي الصورة هاي. السؤال هون ما بيقولوا رتب أفضلية المرور، لا ما بيجيبوا لنا هيك. السؤال يا أخواني بيجي إنه ماذا يجب على السائق رقم 1 أن يفعل؟ أخي عبد الله جاوبني. الاستمرار في القيادة. أخذ حقه في المرور، العبور، كله نفس التعبير. طيب ماذا يجب على السائق رقم 2 أن يفعل؟ أن ينتظر. حق المرور. أيوة. وإعطاء حق الأولوية للمرور غيره. يا عين عليك. يا أما بيجي إعطاء أفضلية المرور لرقم 1، أو بيجي مثلا انتظار رقم 1 العبور بعدين لحتى يعبر السائق هذا. تمام شباب؟ شو ما اجتنا نحن فهمنا الفكرة يا شباب، ركزنا بالسؤال رح نعرف الجواب مباشرة. هيك السؤال هون ما في رتب أفضلية مرور، للصورتين ما في أفضلية مرور. بيجينا ماذا يجب على السائق الفلاني أن يفعل، ماذا يجب على السائق الفلاني أن يفعل. أنا جيت هون على الصورة، شلون عرفت الرئيسي من الفرعي؟ عن طريق الشواخص الموجودة. الشواخص الموجودة يولفير أعطي الطريق، يعني أنت يا السائق رقم 2 أفضلية المرور مو إلك، أعطي أفضلية المرور للسائق الآخر. تمام شباب؟ سهل إن شاء الله. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هاي الصورة كثير بتجي يا شباب بالاختبارات، كثير بتجي بالاختبارات، يلي هي السائق الموجود دائما، السائق الموجود على الدوار دائما له أفضلية العبور والمرور دائما. يعني السائقين الآخرين لازم يعطوا أفضلية هاي الصورة مهمة يا شباب، الصورة هاي مهمة كثير مع الترامواي. تمام، مع الصورة اللي أخذناها قبل شوي لما في إشارة يولفير وبداية طريق رئيسي، الثلاثة هذول بالإضافة لكم صورة راح ناخذها. هلأ اجتني الصورة هاي بالاختبار. تمام، بيقولوا ماذا يجب على السائق رقم 1 أن يفعل. هيك بيجي السؤال، ماذا يجب على السائق رقم 1 أن يفعل؟ أخذ حقه في الطريق أو العبور. يأخذ حقه بأفضلية المرور أو العبور. طيب ماذا يجب على السائق رقم 2 أن يفعل؟ إعطاء حق رقم 1 في أفضلية المرور. أيوة. يا أما شباب بالخيارات يكون موجود إعطاء أفضلية المرور للسائق رقم 1، أو انتظار، مثلا انتظار السائق رقم 1 للعبور ثم العبور بعده. هيك بيجينا شباب. يعني إذا جانا إعطاء حق أفضلية المرور أو الانتظار حتى عبور السائق الآخر نفس المعنى يا شباب، لكن ما بيجيب الخيارين بنفس الإجابات، راح يجيب بس واحدة منهم. تمام؟ هون ما بيجيب ما بيجيب رتب أفضلية المرور. شو بده يرتب؟ هن 2. طيب 1 ولا 2 وبعدين لا، راح يجي مثلا حسب الصورة مثلا ما هو مثلا ما هو الشيء مثلا الذي يجب أن يفعله السائق رقم 2 مثلا، هيك بيجي. أو ما هو التصرف الذي يجب أن يقوم به السائق رقم 2. فبيجي لنا مثلا الطريق لرقم 1 للمرور. هذا الصح. بيحط لي خيارات خطأ: الدخول إلى الدوار، العبور دون الاكتراث للسائق رقم 1، أو أخذ حقه بأفضلية المرور، آخر شيء إعطاء أفضلية المرور للسائق رقم 1. فهمنا يا شباب؟ هيك بتجي لنا الأسئلة. نعم. طيب تمام. السؤال اللي بعده شيء منطقي وشيء بديهي، يلي هو شباب في عندي هون مدرسة وهو هون في عندي جازية، شايفينهم؟ واضحة الصورة شباب؟ واضح استاذ. والله شفتك كبير استاذ. عم كبر فيها. تمام. مبين هو ما فرق. استاذ بس لو سمحت، اللي شغالين الصوت في عندهم ضجه ما عم نفهم شوي. لطفا شكرا للميكروفون لطفا. بس في مين اللي ممسك الميكروفون؟ بس دقيقة. طيب تمام راح الصوت. طيب ما في مشكلة.
ايه شباب، هون شايفين الصورة اليمينية؟ ايوه، شايفين هاي مدرسة شباب. اخي عبد الله، هاي مدرسة. تمام بس كبر الصورة. كبرتها بس دقيقة صارت بيضة. تمام استاذ تمام. طيب باينة يا استاذ المدرسة واضحة. ايوه تمام. طيب، هاي مدرسة، تمام، فلنفرض مدرسة، مشفى، اي شيء. هاي ايش تتسمى شباب؟ تسمى اماكن خاصة. فانت سائق بدك تطلع من مشفى مثلا او من مدرسة او اي مكان، بتجينا الصورة مثل الصورة هاي. السؤال يلي بيجي يا شباب بالاختبار، انت رح تطلع، يعني انت رح تطلع على الطريق هذا الرئيسي، تمام، وطالع من المشفى او المدرسة او الجازية، نفس الصورة هي مثلا. الصورة الثانية، اذا السائق هذا، الخطأ يلي راح يرتكبه السائق انه راح يطلع مباشرة على الطريق من دون ما بينتبه للسائق اللي موجود على الطريق الرئيسي. هذا الخطأ، تمام. السؤال الشيء الصحيح، لازم الاشخاص الذين يخرجون من الاماكن الخاصة يجب عليهم اعطاء افضلية المرور للسائقين الاخرين. يعني ما بيصير انت تطلع من جازية فورا مثلا بتطحش بتفوت على الطريق الرئيسي وما تنتبه لا يمينك ولا غيره، فما بيصير، راح تسبب مشكلة. ايوه راح يصير حادث. هون يجوز تجيني الصورة بيقولوا ما هو الخطأ الذي يقوم به مثلا السائق. عرفتوا شو هو الخطأ اللي قد يقوم به؟ انه العبور دون مثلا اعطاء افضلية المرور للسائق رقم واحد مثلا. ليش؟ لانه اجى بس عبر، راح يصير عندي حادث. لازم هون بيوقفوا، بينتبهوا، في سيارة يستنونها لحتى تعدي بعدين لا يطلع السائق. لكن هذول شو هن؟ عم يطلعوا من اماكن خاصة، سواء كان مدرسة او جازية او اي شيء، محطة محروقات او مشفى ايوه مشفى. استاذ حاجة حتى بيجي على المنطق اللي درسنا اياه انه بالمنعطفات يجب الدخول بتمهل والخروج بسرعة. هاي للمنعطفات، انه الدخول بطيئا والخروج فينا نمشي على النمط كمان، فينا نفهم السؤال. لا هلا منطقيا هي عقليا، لا انا بدي اطلع هذا من الشكل مكان على طريق، لازم انتبه انا بشوف في سيارة ولا لا. اذا في سيارة بدي طبعا اوقف، ما في انا بعدي، تمام. فالصورة هون اذا بتيجي شباب بالاختبار شلون بتيجي ماذا يجب على السائق هون؟ ماذا يجب على السائق ان يفعل؟ الانتظار واعطاء حق المرور للسائق الاخر. ماذا يجب على السائق هون رقم واحد ان يفعل؟ اخذ حقه بافضلية المرور. تمام شباب؟ استاذ بس سؤال. ايه اخي تفضل. الاسعافات الاوليه يعني الغير مثلا قسم الميكانيك، هذا درسته ولا لسه على درسه استاذ؟ اخي للطلاب اللي لسه ما اخذوه راح نرجع عليه، وحتى الطلاب اللي اخذوه وما اجى امتحانهم راح يضلوا يحضروا لحتى يجي الامتحان. انا اعطيت الاسعافات لكن راح ارجع اعطيها، يعني ما راح عليه كل شيء. تمام. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. تمام شباب. هلا الصورة اللي بعدها راح ناخذ هي مثلا. هاي الصورة يا شباب، شايفين انتو هلا بتطلع عندكم طبعا. شايفين بالصورة اليمينية شو موجود عندي يا شباب؟ موجود عندي تراكتور. ايوه وسيارة. تراكتور وسيارة عادية. والصورة اليسارية عربة بجرها الحصان. عربة بجرها الحصان. هاي العربة بجرها الحصان وهي سيارة، تمام. الاثنين سيارات. وهون موجود تراكتور وعربة بجرها الحصان. هون يا شباب شو القاعدة الموجودة هون؟ يجب على التراكتور والحصان بالصورة الأولى شباب اليمينية، يجب على التراكتور وآليات العمل. طبعا هون شباب ما في لا إشارة يولفير، ما في إشارة ضوئية، ما في كل شيء، تمام. فأنا هون فورا شفت التراكتور، شفت تريكس الحفر شباب، كل شيء آليات دواليبها تجي مطاطية مثل شكل دولاب التراكتور، تمام. هذول اسمهم آليات العمل. تراكتور وآليات العمل يعطون أفضلية المرور للأشخاص الآخرين. فهون السؤال بيجي ماذا يجب على السائق رقم 2 أن يفعل؟ إعطاء حق المرور للسائق رقم 1، أو انتظار السائق رقم 1 حتى يعبر، أو الوقوف حتى عبور السائق رقم 1. فشفتوا تراكتور أو شفتوا تريكس أو شفتوا نحن نسميها قبل الباجر أو كذا، هذا
اللي بيحفر حفر بالإنشاءات وكذا، الكل بيعرفوا الباقر والحفارة وغيرها. فهذول كلهم اسمهم آليات عمل. آليات عمل يا شباب، كلهم بيستنوا السيارات الأخرى لحتى شفنا آلية عمل مثلا. هذول كلياتهم هي القاعدة الأولى، التراكتور وآليات العمل بيعطوا أفضلية المرور لمين؟ للأشخاص الآخرين. هي أول نقطة. النقطة الثانية، انت قلت لنا انه يجب على الطريق الرئيسي اول شيء يعبروا، فكيف صارت هي؟ هون أخي ما في إشارات، ما في إشارات تبين إنه هذا طريق رئيسي وهذا طريق فرعي. عرفت شلون؟ لا في طريق في طريق منقط، في منقط. هلا في منقط، لكن هون مثلا السؤال إذا اجانا ما بنعدي الحصان، ما بنعدي التراكتور. هي قاعدة خاصة لحالها. عرفت شلون؟ قاعدة خاصة لحالها، تراكتور، تركس، حفارة، الباقر، هذا هي الآليات الخاصة بالإنشاء. عرفت شلون؟ دواليب بتيجي مثل دواليب التراكتور. ايه، هي قاعدة خاصة لحالها، انه هذول لازم يعطوا أفضلية المرور للسائقين الآخرين حتى لو كان في نقط. شباب تمام؟ لأنه هاي الآليات تمشي شوي يعني، إذا بدها تضل تمشي بدها تسوي أزمة سير. أيوة. الثانية، العربة عم يجرها حصان مثلا، هذا كمان لازم يعطي أفضلية المرور للسيارة العادية. غيرها شباب، هون طبعا العربة اللي بيجرها الحصان، واحد إذا عم يدفش عربة اليد، نحن نسميها عربات اليد، اللي بيدفشها بإيده، هذا كمان شباب نفس قاعدة العربة اللي بيجرها الحصان. كمان إذا جابوا لنا صورة سيارة وبالطرف الثاني عربة يد، واحد عم يدفش عربة بإيده، لازم اللي بيدفش العربة بيعطي أفضلية المرور للسائق الآخر. تمام شباب؟ نعم استاذ. يعني الصورة الأولى خلصنا منها، التراكتور وآليات العمل، هي قاعدة أساسية. تراكتور وآليات العمل بيعطوا أفضلية المرور. والثانية العربة التي يجرها الحصان أو عربة اليد بيعطوا أفضلية المرور كمان للسائق الآخر. طيب أنا بس نشوف الإنترنت ليش ما اتصل لهلا. طيب حاول اتصلوا على الموبايل. طيب بس مشان نرجع على الصور. كان امر صعب عليك يعني؟ ايه اخي عبد الله، درس بكره ولا؟ ما هو وصلنا لاخر الدرس تقريبا. هلا أفضلية المرور تقريبا خلصنا يعني، بس انه انا بدي خلص بس أفضلية المرور بس. هلا انا رجعت على الجروب. الصورة اللي بعدها في صدى شيء عم يوصلكم صدى يا شباب؟ تمام هيك الصورة نظامية. هاي شباب الصورة اللي بعدها طالعة عندكم. مثلا بنجي على الصورة اليمينية، في عندي موتور وفي عندي سيارة. لما عم كبرها كثير عم تروح الصورة. مبينة استاذ واضحة. طيب هي شايفين الدراجة النارية والسيارة، الصورة الأولى. هون شباب ما في مبين عندي لا طريق رئيسي ولا طريق فرعي. لكن شو القاعدة هون شباب؟ يمينه فاضي. اليمين فاضي بيعدي. هي أخذناها قبل شوي. ما شفت شيء بدل إنه هذا طريق رئيسي وهذا طريق فرعي. تمام؟ والشخصين مستمرين يا شباب. شايفين الموتور السهم لوين طالع ساوي، والسيارة كمان طالعة ساوي. طيب إذا هذا مستمر وهذا مستمر راح يصير عندي حادث. لكن هون أنا السؤال بيجيني ماذا يجب على سائق السيارة؟ مثلا مكتوب رقم 1 على السيارة والموتور رقم 2 مثلا. ماذا يجب على السائق رقم 1 أن يفعل؟ تمام؟ أن يعطي أفضلية المرور للدراجة. ليش يعطي أفضلية المرور للدراجة؟ لأنه يمين الدراجة يمينه فاضي. أيوة، يمين الدراجة فاضي. تمام شباب؟ هاي الصورة طبعا مهمة كثير، بالإضافة لصورة هلأ راح أشوفكم إياها مشان الموتور كمان يكونوا السيارة والموتور جنب بعضهم. هون السؤال مثل ما حكينا، ماذا يجب على السائق رقم 1 أن يفعل؟ أن يعطي أفضلية المرور للدراجة. ماذا يجب على سائق الدراجة أن يفعل؟ أن يأخذ حقه بأفضلية المرور. تمام؟ الصورة اللي بعدها شباب في 3 صور. مين بيجاوبني يا أخي؟ أوزان. أستاذ
أول شيء السيارة الحمراء لازم تعبر، ايوه يا عين عليك. ليش؟ جاوب. ليش؟ لأنه يمينه فاضي. ممتاز. وبعده؟ وبعد السيارة البيضاء وبعد لا لا الخضراء بتمر. السيارة الخضراء ثانيا السيارة الخضراء تعبر، وبعد ثالثا البيضاء. السيارة البيضاء. يا عين عليك، يا عين عليك. اول شيء الاحمر يمينه لانه يمينها فاضي، راحت الحمراء، ثانيا بعدها الخضراء تعبر. موجوده بالنص. خضراء. ايوه اخر شيء البيضة. تمام شباب. طبعا الاسئله او الصور اللي بتجي مثلا مثل الصوره هاي، الشباب اللي فاتح الميكروفون انه في صوت اولاد جنبه بس. الصوره هاي اليساريه شباب، هي قليل جدا جدا يعني ما بتوقع تجي. اذا بيجينا من الصوره هي بتجينا سياره الميتور والسياره، او الصوره الثانيه اللي هلا راح ناخذها. مثلا الصوره هي شباب في مشاة وفي سياره. برايكم اخي بهاء، برايك مين له افضليه المرور وما في اشاره ضوئيه وما في كل شيء مثل ما شايفه بالصوره؟ اظن افضليه المرور المشاة. ممتاز، يا عين عليك. دائما شباب لما ما في اشارات مرور ما في كذا، حتى بتشوف مكتوب على الارض في بعض الاماكن مكتوب يا اونجا. يا يعني المشاة. المشاة يعني اول شيء. تمام. فاذا اجتنا الصوره هي يا شباب، السؤال شلون بيجي؟ ماذا يجب على سائق السياره؟ طبعا هن برقمون، بيحطوا للسياره 1 والمشاة 2. ماذا يجب على سائق المركبه رقم 1 ان يفعل؟ اعطاء حق المرور للمشاة. اذا كان السؤال للمشاة، ماذا يجب على رقم 2 ان يفعل؟ او على المشاة ان ياخذ حقه او العبور. اذا ما كان مكتوب ان ياخذ حقه بافضليه المرور، مكتوب بس العبور، ناخذ العبور. تمام شباب؟ نعم استاذ. طيب اللي بعده، هي الصوره اللي هلا كنت بحكي لكم عنها مشان الميتور. طبعا بتجي كثير كمان بالدورات. الصور نفسها بتجي شباب، ما بيجي غيرها، بتجي نفس الصور. هي شباب في عندي دراجه ناريه وفي عندي السياره. السياره محطوط قدامها السهم، شايفين؟ بدها تنعطف. نعم استاذ. السياره بدها تنعطف يا شباب. تمام. اما الدراجه مستمره، الدراجه مستمره راح تطلع ساوي. فهون ماذا يجب على السائق رقم 2 ان يفعل؟ مثلا السياره رقم 2 والدراجه رقم 1. سياره تخفيف سرعتها لما يعدي الموتور. يعدي الموتور يرجع يلف. ايوه يا عيني عليك. طيب ليش اصلا الصوره خطا. المفروض تكون السياره ورا، اذا هو بينعطف المفروض يكون ورا، ما يكون يعطف على شو اسمه. هلا ايوه يا عيني عليك، لازم قبل بياخذ المسار اليميني. فهون هون المقصد بالصوره، بس لا اشتر عليها مشان الشباب. المقصد بالصوره يا شباب انه الصوره هي السياره لازم اخذ المسار اليميني قبل ما بيوصل المنعطف. تمام. فلو كان اخذ المسار اليميني مثلا قبل ما بيوصل المنعطف، ما كانت السياره مثلا بتيجي بهالمجال هذا، خلاص عدت الدراجه يمينه فاضي فاضي. ايوه. فهون شباب السياره والموتور صاروا مقابل بعضهم، او السياره صارت شوي لقدام الموتور بعدها، لكن الموتور بده يستمر. هذا اذا انعطف سائق السياره، اذا انعطف روح الموتور، ايوه بده يصير عندي حادث. فهون ماذا يجب على سائق السياره ان يفعل، او السائق رقم 2 ان يفعل؟ يجب عليه مثلا يا اعطاء افضليه المرور للدراجه، او الانتظار لحتى تخفيف سرعته تعبر الدراجه. وتخفيف السرعه اجباري لانه بده ينعطف. شلون انا عرفت بده ينعطف؟ التمهل عن طريق السهم. السهم هو بيدلني انه الشخص بده ينعطف، فافضليه المرور هون للدراجه. افضليه المرور للدراجه. تمام شباب؟ يعني صور سهله لكن نفسها بتجي بالاختبار، نفس الصور هاي. يعني افضليه المرور في اشخاص كثير يعني بيخافوا منها، انه خاف تيجي استاذ. طيب هون في اشاره، الاشاره ما بتعتبر شيء صح؟ يعني هون في مثلا اشاره، هون مكتوب. طبعا الاشاره هاي بتعتبر دور توقف يعني او لكن هاي لوين موجهه للشخص اللي جاي من هون، ما هي للاتجاه هون. فنحن اللي بيهمنا اذا اجتنا نفس الهيكليه، نفس الصوره هي، موتور وبجنبه سياره والسياره بدها تنعطف، سائق السياره لازم يعطي افضليه المرور للدراجه.
سائق الدراجة ماذا يجب عليه أن يفعل؟ أن يأخذ حقه بأفضلية المرور أو العبور. تمام شباب؟ طب أستاذ بس سؤال. الصورة هي يا شباب. طيب أخي مين بيجاوبنا شباب عليها؟ أنا بجاوب أستاذ. بدنا واحد ما حكى. اتفضل أخي. أستاذ حق العبور لرقم 3 يمينه فاضي. أيوه مظبوط. يعني عليك. رقم 2 رقم 1. تمام شباب، أنا عندي صورة فيها ثلاث سيارات، 3 مركبات، سائقين مستمرين، السهم شايفين للأمام للأمام، الاثنين مستمرين، أما سائق الدراجة راح ينعطف. تمام؟ الأفضلية لسائق الدراجة. اللي ينعطف لا. اللي ينعطف يا شباب راح خليه أنا للأخير. ليش؟ لأنه في عندي 2 مستمرين، شخصين مستمرين، فأنا مشي أول شيء اليمين فاضي رقم 3، ما في سيارة على اليمين، راحت سيارة رقم 3، مشي المستمر الثاني رقم 2، آخر شيء في عندي الدراجة اللي راح ينعطف آخر شيء بخليه، لأنه راح ينعطف، راح يغير مساره. تمام؟ أما البقية مستمرين. إيه أخي؟ افترض الموتور محل رقم 2 ورقم 2 محل 1، مين بتمشي قبل؟ شلون؟ إذا حطيت 2 1 و1 نفس الشيء أخي. أيوة مين بتمشي قبل؟ نفس المبدأ. نفس المبدأ. يعني رقم 2 راح ينعطف والموتور لا يساوي. ما له دخل انه موتور او سياره، ما تفرق. اخي ابراهيم شوف، الشخص يلي بده ينعطف، الشخص يلي بده ينعطف بخليه لاخر شيء اذا كانوا 2 مستمرين. عرفت شلون؟ لو يمينه فاضي، حتى لو يمينه فاضي، لانه انا اخذت القاعده يا رئيسي. نحن مش على اساس القواعد اللي عم ناخذها. رئيسي سينعطف الى فرعي، فرعي سينعطف الى رئيسي. الانعطاف دائما اخر شيء يا شباب، الانعطاف، لانه في شخصين مستمرين لازم يعدوا بعدين الشخص يلي بده ينعطف، ومو مبين عندي هون بالصوره الرئيسي من الفرعي. عرفتوا شلون؟ مو مبين. هلا لو محطوط لي مثلا هون، فلنفرض لو محطوط لي هون اشاره، هون قدام السياره هي محطوط اشاره يولفير، شايفين؟ انا السائق هذا بخليه هلا ما بخليه يمشي لو محطوط يولفير. عرفتوا شلون؟ اما هون ما في اشاره بتدل انه هذا طريق رئيسي وهذا طريق فرعي. انا مشي المستمر اول شيء، الاسهم قدامي 3 و2، اثنيناتهم مستمرين، مشيت 3 لانه يمينه فاضي، مشيت 2 اخر شيء الشخص يلي بده ينعطف يلي هو الدراجه الناريه. الصور نفسها بتجي شباب، ما بيجي اختلاف عليها، ما بيجي تغيير عليها، تيجي الصورة نفسها. السؤال بيجي ما بيجي رتب أفضلية المرور، لا، بيجي مثلا بتكون مثلا سيارتين، ماذا يجب على السائق الفلاني أن يفعل، مثلا هيك بتجي. طيب اللي بعدها هاي طبعا بأفضلية المرور شباب. الأسئلة أو الصور عفوا تكون خالصة بالنسبة للصور، يعني إذا ركزنا بالصور طبعا في إعادات لها إن شاء الله. هاي السيارات شباب يلي لها أفضلية المرور مثل ما أخذناها أول شيء، شايفين مثل ما بتشوفوا الإسعافات، مركبات نقل الأعضاء، الأطفاء، الشرطة بنضيف لها، يعني إذا إجت مكتوب مواكب المسؤولين أو سيارات البلدية بتكون آخر شيء بعد السيارات هذول يلي لهم أفضلية المرور. تمام شباب؟ فأنا إذا بدي مثلا بدي عيد الشيء اللي أخذته، مثلا أنا راح طفي الشير بس لا الراجع بس أفضلية المرور لأنه مهمة كثير يا شباب. طيب أفضلية المرور، القاعدة الأولى السيارات يلي لها أفضلية المرور، تمام؟ إسعاف، أعضاء، إطفاء، شرطة، خلصنا منها. بعدين القاعدة الثانية رئيسي سينعطف إلى فرعي، فرعي سينعطف إلى رئيسي. وأخذنا الصورة الأولى فيها ترامواي، ما دام في ترامواي معناته السائق الموجود معه موجود وين؟ على طريق رئيسي ولا فرعي؟ طريق رئيسي. بعدين رئيسي. أيوة، مشيت الترام، مشيت السيارة اللي معه بنفس المسار، آخر شيء مشي السيارة اللي بعدها. غيرها يا شباب، غيرها في عندي إشارات اليولفير وبداية الطريق الرئيسي، إذا كانت موجودة أمام أي شخص السائق
ماذا يجب عليه أن يفعل؟ السائق اعطاء الطريق، أيوة. اعطاء الطريق للحق للغير. أيوة، أعطاء أفضلية المرور للشخص الآخر. تمام. غيرها طيب، طلع عندي كمان شخص راح يطلع أخي عبد الله من مكان خاص، يعني راح يطلع من كازية، من محطة محروقات أو مدرسة، راح يطلع على الشارع العام، أفضلية المرور له ولا للشخص الآخر؟ تمام، للشخص الآخر. للشخص الآخر. تمام. ماذا يجب عليه أن يفعل؟ أن يعطي أفضلية المرور للشخص الآخر، أو الوقوف أو الانتظار. هيك بتجي بهالوضعية، انتظار الشخص الآخر لحتى يعبر، لحتى أنت بتعبر. طيب الصورة غيرها شباب، كمان أخذنا أنه التراكتور وآليات العمل يجب عليهم إعطاء أفضلية المرور للأشخاص الآخرين. شفت تراكتور، شفت تريكس، شفت حفارة، شفت الباقل، حتى لو كانوا على أسطورة. أيوة، حتى لو كانوا على رئيسي بيعطوا أفضلية المرور للشخص لأنه الآليات تتحرك بشكل قليل يعني. أيوة. نعم. والصورة الثانية العربة التي يجرها الحصان زائد عربات اليد الدفش، بيعطوا أفضلية المرور كمان للسيارات الأخرى. وأخذنا كمان إنه إذا في عندي 3 سيارات ومو مبين الطريق الرئيسي من الفرعي، أنا بعدي أول شيء اليمين فاضي، اليمين فارغ، بعدين اليمين فارغ، وبيضل عندي آخر واحد كمان ممشي. بعدها كمان شباب في عندي السيارة والميتور اللي جنب بعضهم، أفضلية المرور للدراجة النارية. ماذا يجب على سائق السيارة أن يفعل؟ إعطاء أفضلية المرور أو انتظار الدراجة حتى تعبر. سيارة ومشاة، أفضلية المرور للمشاة دائما. تمام. وآخر شيء والدوار كمان. الدوار ممتاز، مهمة جدا. الدوار كمان بتجي كثير بالدورات. الدوار الشخص الموجود على الدوار هو الدوار له أفضلية المرور، الشخص الآخر بينتظر رقم 1 لحتى يعبر. أفضلية المرور ظل عندي بس شرط المرور. إن شاء الله شباب بكرة، طبعا أنتم فهمتوها هيك نظريا، لكن نشوفكم الصور كمان أفضل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. الشباب اللي سألوني عن رونتيكو وهملك. نحن يا أستاذ، نحن. رونتيكو هملك أخي. أخي من هدول الصور بس إذا خرجت بعثت لنا إياهم على الوقت عشان نحفظ ونسموا عنا يعني. إن شاء الله بإذن الله تعالى راح أبعثهم لكم إن شاء الله. شباب رونتيك طريقة إنقاذ شخص عالق في سيارة. يعني إذا بيجينا السؤال بالامتحانات يكون شخص مساوي حادث وعلقان بالسيارة، أنا بدي طالعه من السيارة، شو بستخدم؟ طريقة سحب تجي. أيوة، طريقة سحب رونتيك. طريقة سحب. لما أنا بستخدم طريقة رونتيك، ليش استخدمت طريقة رونتيك؟ مناورة رونتيك بسحب لأنه شباب طريقة السحب الخاصة برونتيك يكون تركيز المسعف على منطقة الرقبة والظهر على العمود الفقري، فهي أفضل وضعية لسحب السائق، لأنه احتمال يكون معه كسور ونحن ما بنعرف، فيكون التثبيت اليد بتكون على الفك على الرقبة، ويكون ظهره وين؟ أمام القفص الصدري إلي، فأنا بسحبه. إذا اجاكم سؤال مستقيم، اجاكم سؤال واحد عم يسحب واحد من سيارة، حاط ايده هون تحت الفك والايد الثانية على البطن وعم يسحبه، بيقول شو اسم هذه الوضعية؟ بيكتب لك هملك، رونتيك، رجل الأطفاء. انت شو بتختار؟ رونتيك. خلاص حطها ببالك. هي رونتيك استاذ، بس نحن عم خربط فيها انه هيملك ولا رونتيك. لا. يعني مو كلمة ما واضحة علينا. هملك ما لها علاقة الهملك فقط للتنفس. هملك ما لها علاقة بالسحب. الهملك فقط للتنفس لا غير. شخص معه انسداد فقط بالتنفس، انسداد كلي، بيستخدم له هملك. عرفت شلون؟ والجزئي بس هذا على السعال، صح أستاذ؟ جزئي تشجيع على السعال، ممتاز. هذيك. اما الانسداد الكلي شلون بيجينا السؤال اخي عبد الله؟ فيك تعيد لنا السؤال لهملك؟ تتذكر صيغة السؤال؟ تمام. كيف يتم سحب المصاب من داخل السيارة؟ هاي هاي رونتيك. رونتيك مثلا شخص عنده مشكلة في لديه انسداد تنفس. الكل بيجي هيملك والجزئي بيجي هملك. مساعدة على السؤال. شباب بعد اذنكم شوفوا، بالنسبة لهملك يا شباب، مصاب تمام لديه انسداد في التنفس، ما حددوا لا كلي ولا جزئي، ولون وجهه شاحب ويمسك، هي اهم شيء شباب،
ويمسك رقبته بيديه وغير قادر على التنفس مثلا، هيك بيكتب لنا، وغير قادر على السعال. تمام؟ من ماذا يعاني؟ هاي الهملك. يجوز بيجينا السؤال من ماذا يعاني؟ من شو بيشكي؟ من انسداد كلي في التنفس. انسداد كلي. يجوز حاطينا بس الصورة، واحد ماسك رقبته صورة، ماسك رقبته هيك، وبيقولوا من شو بيعاني هذا المصاب؟ من ماذا يعاني هذا المصاب؟ انسداد كلي في التنفس. ماذا نستخدم له؟ ما هي المناورة الصحيحة لإنقاذ المصاب؟ مناورة هيمليك. هيمليك شلون بتكون يا شباب؟ أنا لازم أول شيء المصاب بيكون واقفا أو وضعية نصف الجلوس، مثل قاعدتي هلا، هاي تعتبر نصف الجلوس. تمام؟ وهو مبطوح على بطنه ما بيصير، وهو مستلقي على ظهره ما بيصير، وهو على جنب ما بيصير، حصرا واقفا او نصف الجلوس لحتى تسوي له هملك. فانا بوقف وراه. هي هملك للتنفس صح؟ أيوة. هملك تنفس رونتيك لسحبه وانقاذه من السياره، عالق يعني يكون عالق بالسياره. فانا حطيت ايدي فوق بعضهم، حطيتها هون تحت القفص الصدري. تمام؟ طبعا انا بشده عند الصدر، انا بشده رابطه لفوق، بضبه لعندي بقوه يعني. تمام؟ فشو بساوي شباب؟ بدلك بهالطريقه هاي لفوق، من تحت لفوق، وبسحبه لعندي طبعا. ايوه بهالوضعيه هاي، يعني بالاتجاه مثل الشاقول اللي حنسميها هيك، بهالوضعيه هاي. تمام؟ من تحت لفوق. فانا لما بساوي له هيك بدلكه وبضربه على ظهره 3 ضربات. تمام؟ وبساوي له لأنت بستمر لحتى يطلع الجسم الغريب العالق بمجرى التنفس. لكن الغريب بقوة. ايوه بقوة، انا بمسكه وبسحبها لفوق، وبضربه 3 ضربات على ظهره. تمام؟ الى متى يستمر؟ هلا هي بصراحة يا استاذ انه ايش اسمه؟ يتعرض للاختناق بالاكل. شو شباب؟ ما سمعت لانه في اكثر من واحد حكى معه. نفس الاجراء اللي بتصير لما حدا يتعرض للاختناق بسبب الطعام او يتفلق بالاكل. نفس الطريقة. قصده هو على الضرب على الظهر الاخ. الضرب على لانه اخي مهما كان قصدي طالع جسم الغريب. ايوه جسم الغريب، سواء كان اكل ولا غيره. لكن نحن لما بنحكي مثلا يجوز صار في حادث مثلا، واثناء الحادث دخلت قطعه خشب، حجره مثلا دخلت بمجرى التنفس. فلما تكون دخول الجسم الغريب ببدايه مجرى التنفس، هذا يسمى انسداد جزئي. هذا لما نخلي المصاب نخليه يسعل ونضربه على ظهره، نخليه يسعل فبيطلع مباشرة. أما إذا كان الجسم الغريب نازل لتحت بده طريقة هملك. أيوة يسمى انسداد كلي. تفتح كلي في التنفس. هذا بدي يسوي له مناورة هملك، التدليك والضرب على الظهر لحتى تطلع معي شو اسمه. فأنا بفرق بينات الرونتيك لسحب شخص عالق بسيارة، أما هملك للتنفس. ما بخربط بينهم. والله يا استاذ لانه بالاختبار كل اللي خربطتهم، الاسئله اللي خربطتهم كانت بالاسعافات الاوليه، لانه ما اخذناهم نحن. لسه ان شاء الله راح تاخذوهم كلياتهم، وان شاء الله امور سهله الاسعافات باذن الله يعني. كله سهل. استاذ سؤال